مع الستريبس. زي ما انتم شايفين كده شكله فظيع. يلا بينا اقول لكم بيتعمل ازاي. اول حاجه هنا عندي نص كيلو من صدور الدجاج الكامله، غسلتهم كويس جدا وقطعت الفراخ عندي هنا بالطول. ما ينفعش خالص الستريبس يتعمل ببانيه لانها بتكون رفيعه جدا زي ما انتم شايفين. دلوقتي بقى هحضر الخلطه. عندي اول حاجه نص كوبايه من اللبن، عليها معلقه كبيره من الخل، نقدر نستبدلها بكوبايه من الزبادي. ننزل بقى بالبهارات بتاعتي. معايا بقى توم باودر وبصل باودر وربع معلقه صغيره من الزنجبيل، ومعايا ملح وبابريكا وفلفل اسود. خلطه سهله جدا جدا وهتظبط معاكم من اول مره. هنزل بقى بالبانيه بتاعي زي ما انتم شايفين، وهسيبه لمده ساعه. في المرحله دي نقدر نفرزه في الفريزر بس هنقلل كميه الملح. هسيبه بقى ساعة ونعمل بقى الكفر الخارجي. سهل جدا، كوبايتين دقيق، نص كوباية نشا، واهم حاجة معلقة صغيرة بيكنج باودر. بتفرق جدا، بتخلي الكفر معاكي هش كده وفظيع. هنحط بقى توم باودر وبصل باودر وملح وفلفل اسود وزنجبيل، كل حاجة موجودة قدامكم على الشاشة. هقلب البهارات بتاعتي كويس جدا وبس كده. شايفين مفيش اسهل من كده. هنعمل ايه بقى؟ بصوا، هناخد بقى الصدور اللي عندي هحطها في طبق، والسائل اللي نازل منها اللي هو اللبن مع البهارات هكمل عليه ميه. بدل ما احط ميه على طول من التلاجة، لا انا هكمل على السوائل اللي نازله دي ميه، بحيث البهارات بتاعتي واللبن بتاعي كل حاجه استفيد منها. دلوقتي بقى خدت قطعه من البانيه، حطيتها في الدقيق وضغطت عليها كويس جدا وحطيتها في الميه، وبعد كده رجعت تاني حطيتها في الدقيق ونزلت منها اي دقيق زايد. على طول بقى هننزل بيها في زيت الحرارة بتاعته تكون متوسطة بنسبة 70%. ده الزيت اللي احنا استخدمناه في الكنتاكي، فاكرين؟ صفيته كويس وعينته في التلاجة، وهقلي منه النهاردة الستريبس. يعني ما بنرميش اي حاجة. اول ما الزيت بتاعي بقى يسخن بدرجة يعني من 70 ل 80%. ليه بقى بقول لكم كده؟ نزلنا بالستريبس بتاعي والزيت سخن قوي، الطبقة الخارجية بس هي اللي هتتحمر، وبعد كده هتلاقيه من جوه ني خالص. دلوقتي بقى حطيته بعد ما عدى 4 دقايق، قلبته على الناحية التانية. ما تقلبوش على طول اول ما يتحط عشان الكفر بتاعك ما يقعش. هتكوني محضرة شبكة او اي مصفى عندك الستريبس يطلع عليها. بنعامله معاملة البروستد بالظبط عشان تفضل الطبقة معاكي مقرمشة لاخر قطعة. زي ما انتم شايفين بالظبط، القطعة قعدت معايا على النار 8 دقايق، على كل جهة 4 دقايق. بتطلع مقرمشة جدا جدا جدا، طعمها فظيع. عايزة اقول لكم التتبيلة بتاعت الستريبس رهيبة. هتجربوها ان شاء الله وهتعتمدوها على طول. شايفين؟ واضح جدا القرمشة بتاعتها وانا بطلعها. وكمان ميزة الستريبس بيعمل كمية حلوة جدا. وبس كده. شايفين؟ بصوا، عايزه اقول لكم قرمش جدا وطعمه فظيع. عايزه اقول لكم الزنجبيل بجد سر. وبكده خلصنا الستريبس بتاعنا. عملت جنبه بقى شويه رز ريزو بالصوص بتاعهم، حاجه كده خطيره. هنزل لكم طريقه الريزو في صندوق الوصف. ما رضيتش احط لكم الوصفه كلها على بعضها عشان الفيديو كان هيطول جدا. شايفين؟ بصوا الفراخ من جوه مستويه جدا جدا ودايبه بمعنى اصح، فظيعه. طبق الريزو بتاعي الحلو ده بقى هقطع عليه كده شويه من الستريبس كده، وهننزل عليهم بالصوص الريزو الرهيب ده. وبس كده. وبكده يبقى الفيديو بتاع النهارده بتاعنا خلص. يا رب اكون قدرت افيدكم واكون وصلت لكم معلومه كده سهله وبسيطه. لو وصلتوا لنهايه الفيديو بجد شكرا جدا جدا لدعمكم المستمر ليا. وان شاء الله هنزل لكم فيديوهات تانية كتيره سهله وبسيطه. وزي ما قلت لكم اي حد ما بيعرفش يدخل المطبخ هخلي لكم كل حاجه سهله ان شاء الله. هتجربوا كل الطرق وهتنجح معاكم من اول مره. استنوني بقى في فيديو جاي. مع السلامه.